بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي، وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين بعنوان دراسة جدوى ل100 فرخ إن شاء الله رب العالمين. نتمنى تبقوا معايا لآخر الحلقة إن شاء الله رب العالمين، ونحاول نوضح للأحباب هي الدورة بتكلف قد إيه. يعني إن شاء الله 100 فرخ في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي بيتراوح سعر الكتكوت من 48 ل55 في بعض الأوقات، فيعني في بتختلف من شركات لشركات أخرى. طيب احنا لو قلنا مثلا إن سعر الكتكوت 50 جنيه، هنقول 100 كتكوت بيكلفهم 5000 جنيه، زائد إن الفرخ كتكوت بيكلف لغاية ما بيوصل لسن النضوج بياخد حوالي 3 كيلو علف ل3 كيلو ونص في بعض الأوقات. ده بيرجع طبعا يا أحباب لنوعية العلف اللي انت بتجيبه ونوعية الكتكوت. يعني يجب ان الكتكوت يجي من مصدر موثوق منه ويكون نوعية كويسة، زائد انك تجيب علف كويس يمشي معاك طول الدورة بدون اي مشاكل، لان للأسف الايام ديت في لخبطة في كل الحالتين بالنسبة للكتكوت وللعلف. يعني الكتاكيت في بعض الأوقات شركات يعني كده الله يسامحهم، الكتاكيت طالعة مبتبقاش مظبوطة. وبالنسبة للعلف، الأعلاف برضك ببعض الشركات، طبعا مبقولش الكل، بيبقى فيه العلف بيتركن فترة طويلة فبيبقى فيه سموم عالية، فالدنيا مبتبقاش مظبطة. إذا يا أحباب، نرجع ونقول إن لازم ننتقي المكان اللي هنجيب منه الكتكوت، ويكون من مكان موثوق فيه، زائد نوعية العلف. واخدين بال حضراتكم؟ طبعا انا يعني صيف شتاء والله يا احباب انا بحب اربي الرز، ولكن نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هي دراسة الجدوى للميت فرخ. طيب يا احباب، احنا قلنا سعر الكتكوت تقريبا هنقول 50 جنيه، في المية هيدينا 5000 جنيه، زائد حضراتكم إن الكتكوت بياخد من 3 ل3.5 كيلو في الدورة. يعني طبعا بيرجع زي ما قلت لحضراتكم لنوعية الكتكوت. طيب لو هنقول وصل مثلا خد 3 كيلو وكتكوت سوبر وحاجة محترمة إن شاء الله رب العالمين، وحسب سعر اليوم في المكان اللي حضراتكم فيه. يعني طبعا احنا عندنا شكارة العلف 25 كيلو عاملة 530 جنيه. يعني لو 300 كيلو علف هنحتاج 12 شكارة علف. ال 12 شكارة علف دول هتضربهم في 530 جنيه، هيديلك ب6360 جنيه، زائد ال5000 جنيه سعر الكتكوت، عملنا 11360 جنيه. زائد يا أحباب، في بقى معانا إن الكتكوت بياخد أدوية وبياخد تدفئة، سواء كانت بغاز أو بكهرباء. احنا بنقول مثلا بيتراوح من 6 ل7 جنيه أو 8 جنيه. هنقول يا أحباب مثلا 7 جنيه في المية هيدينا 700. يبقى يا أحباب التكلفة الكلية اللي هي 5000 جنيه زائد 6360 جنيه زائد 700 جنيه، دخلنا لنا في 12030 جنيه. طيب دي التكلفة الفعلية اللي احنا كلفناها للكتكوت. طيب في هنا بقى نقطة مهمة جدا. طبعا كل العوامل اللي احنا قلناها دي حضراتكم طبعا كلها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا لازم نطلع نسبة نافع. نسبة النافع بنطلعها مثلا من 3 ل5%. يعني نقول هنطلع 5 فرخات، نافع هيتبقى لك 95 فرخ.
يعني إن شاء الله لو معدل التحويل كويس وجيد هتلاقي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا لغاية عمر 30 يوم بيبقى معاك أوزان 2 كيلو 2 كيلو 300 جرام، وفي بعض الأوقات بيدي لك 2 كيلو ونص. طبعا نرجع ونقول ده حسب جودة الفرخ الكتكوت اللي انت جايبه، زائد عامل كماني العلف اللي انت جايبه، هل العلف كويس او لا، لان في اعلاف اليومين دولت بيبقى فيها نسبة السموم عالية جدا، فخدوا بالكم من الموضوع ده كويس اوي. فاذا يا احباب انت التوتال كولته كلفك 12,000، واخدين بال حضراتكم، و30 جنيه. طيب هنقول معانا مثلا في نهاية الدورة مثلا بعد النافق ومعانا كده معانا حوالي مثلا متوسط 200 كيلو. ال200 كيلو دولت لوحدهم بفضل الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على سعر اليوم اللي عندك. يعني أنا عندي في المنطقة سعر الفراخ عندي ب100 جنيه، يعني دلوقتي يبقى معانا حوالي يجي 20,000 جنيه. هتخصم 12,000 جنيه من 20,000 هيتبقى لك 8,000 جنيه مكسب. وده برضك يا أحباب توفيق من عند ربنا، مفيش حاجة اسمها أكيدة، طبعا ده كله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. زائد يا أحباب عامل النظافة، عامل النظافة نرجع نتكلم ونقول عامل النظافة، وانتوا عارفين ان انا بربي البطاريات. عامل النظافة مهم جدا. طبعا البطاريات نسبة الأمراض فيها بتبقى ضئيلة شوية طبعا، لان طبعا ما بيبقاش فيه نسبة أمونيا عالية، لأنك أنت بتنظف دايما على طول يومي، فبتلاقي الدنيا كويسة بفضل الله. فإن شاء الله رب العالمين تهتم بدرجات الحرارة اللي في المكان والتهوية، وتمنع خالص إن يبقى فيه روايح عالية في المكان، لأن الريحة بتوصل لمشاكل كتيرة تنفسية. ويا أحباب طبعا زائد إنك أنت بتاخد بالك من درجات الحرارة على طول، وتاخد بالك من درجات الحرارة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.